اليوم ميمتي باش تفدكم بخبز تليم وما أدراك ما خبز تليم. شوفوا معايا المنظر، شوفوا معايا البنة، قولونا انتم منين تعملوها ولا. وهذه باش تكون الحلقة الأولى من سلسلة جديدة اسمها حلوم ميمتي. أول حاجة نعصروا 3 كعبات لي. قلت لكم ميمتي زيدوا شطر قارصة باش تعطي نكهة مزيانة. هو ركزوا لنا مع الكاس الكل كل باش تكون بيه. نحطوا كاس ونص سكر، شكارة فانيلين، 4 عظمات ونخلطوا بالباهي. كي نركضوه يولي قوامه هكا نزيدوها كاس العصير، نزيدو نركضوا بالباهي ونزيدو شطر كاس زيت زيتونة. تو نحطوا شكارة كاملة خميرة جاتو، نزيدو 2 كيسان فرينة نغربلوهم بالباهي باش ما تكعبر لناش. بعد نزيدو نركضوها، بعد ندهنوا طبق متاعنا بالزبدة ونحطوا فيه الخليط متاعنا. توش نحطوه في الكوشة لمدة 50 دقيقة على درجة حرارة 190 درجة. تنساوش تعملوا تيست السكينة. تو نحطوا الشحورة متاعنا، كسروا اللوز نهرسوه في المهراس. كيما تراهم ميمتي تحب تعمل كل شيء وحدها. قولوا لنا شنو تحبوا ميمتي تطيب لكم حلو المره الجايه. كان عجبكم محتوى متاع ياني وميمتي تبعونا على القنوات الكل. خبزه هذه تذكرني